بيبتدي فيلمنا في البرازيل على جزيرة سياحية، وبنشوف بيشرب على اليخت بتاعه وهو بيسمع مزيكا وبيشرب قهوته قبل ما يخرج. بعدها بيقوم بتفعيل قنبلة متركبة في اليخت بتاعه وهو طالع عشان يقدر يتحكم فيها عن بعد تحسبا لأي مشاكل. بعدها بيروح لمطعم مفتوح على جزيرة مرتفعة، وفجأة بنت ما يعرفهاش بتروح تقعد معاه وبتعرفه ان بقالها فترة بتدور عليه، وده عشان رئيسها محتاجه في مهمة، وهي قتل 3 أشخاص مهمين بطريقته المعتادة، واللي بتكون أي جريمة قتل بيقوم بيها كأنها حادث طبيعي. وهنا بيشرب عمل نفسه مش عارف هي بتتكلم عن ايه، فعرفته انه لو ما سمعش كلامها هتعرف الجهات اللي بيدوروا عليه انه ما ماتش في حادث انفجار محطة البنزين زي ما احنا شفنا في الجزء الاول، وفهمته انه بعد ما ينفذ المهمة الرئيس بتاعها هيسيبه متخفي زي ما هو. فبيشرب بص حواليه واتأكد انها مش لوحدها وان في رجالة كتير معاها، وفجأة طلع تليفونه وصور وشها بسرعة، وقبل ما تطلع مسدسه ضربها بقوة وقال لها قولي للي مشغلك ما يتحداش الاموات. وهنا بيهجم عليه الناس اللي معاها في المكان، وقامت بينهم معركة شرسة، لكن بيشرب قدر يضربهم واحد ورا التاني بكل سرعة واحترافية. بعدها بص على الكاميرا لقى فيه كتير جايين، فقرر يهرب بسرعة ناحية التلفريك. فالبنت واللي معاها راحوا له بسرعة بس ما لقوهوش جوه لانه ساعتها كان فوقهم. وهنا بيشرب لاحظ فيه طيارة شرعية، بعدها البنت كسرت الباب وطلعت له فوق، لكن بيشرب جري بسرعة ونط على الطيارة وقدر يهرب منهم. وفي الليل بيروح بيشرب لليخت بتاعه، فبيشوف من بعيد افراد العصابة وهم على اليخت مستنيينه، وساعتها بيطلع تليفونه وبيفجر اليخت عن طريق القنبلة اللي كان حاططها فيه، وبينفجر اليخت وبيموت افراد العصابة اللي عليه. وبعدها بيروح بيشرب لمكان مخبي فيه حاجاته المهمة، وبيطلع صندوق فيه فلوس كتير وباسبورتات وتليفونات بارقام مختلفة، لان الحاجات دي اللي بتساعده يغير هويته في الاماكن اللي بيروحها، وبياخد اللي محتاجه في الشنطة وبيحرق الباقي. وبعدها بيسافر من البرازيل وبيروح لاحدى الجزر الجميلة في تايلاند، وهناك قابل صديقة له اسمها مي، ودي بتكون صاحبة فندق صغير على الجزيرة، وبتوديه لأوضته اللي متعود يقعد فيها. واول ما بتمشي بيطلع بيشرب من مكان سري كان عامله في الارضية شنطة فيها الاغراض السرية بتاعته. بعدها بيبحث في اللابتوب عن البنت اللي كانت بتطارده، وبيعرف انها بتشتغل مع شخص اسمه كرين. وفي اليوم التاني بنشوف بنت اسمها جينا لسه واصلة على الجزيرة، وبتطلب من مي اسعافات اولية، وبتلاحظ مي كدمات كتيرة على جسمها، وبتعرض عليها تساعدها لو محتاجة مساعدة تانية غير الاسعافات الاولية. بعدها بتشكرها وبتمشي. وفي الليل بتشوف مي من بعيد جينا وهي بتتخانق على اليخت مع واحد، فبتروح بسرعة لبيشرب تعرفه اللي بيحصل عشان يساعدها قبل ما الراجل يموتها. ولما بيشوف بالمنظار اللي بيحصل بيقول لمي احتمال تكون مشكلة عائلية وملوش حق يتدخل، لكن بتعرفه انه لو ما راحش يتأكد هي اللي هتروح بنفسها. فبيضطر بيشرب يروح لهم على مركبة، وهناك بيقول للراجل اللي بيضرب جينا يبعد عنها والا هيمنعه بنفسه. فالراجل رفض ولسه هيهجم عليه، بيشرب ضربه ووقعه، لكن لسوء حظه وقع على راسه ومات. ولما جينا شافت اللي حصل اغمى عليها، وفي اللحظة دي وصلت مي بمركب صغير فادالها جينا عشان ترجعها. بعدها دور في المركب لقى باسبور جينا وكمان موبايل، ولما فتحه لقى صورته فيه. بعدها دلق البنزين في المركب وحرقه، ولما رجع ورى جينا صورته اللي على تليفونها وهددها بالقتل لو ما قالتش مين اللي بعتها. وهنا عرفته جينا اللي بعتها شخص اسمه كرين، وعرفته انه ماسك عليها حاجة وبيهددها بيها، والمفروض ان الشخص اللي قتله ده مشترك معاها في تمثيلية عشان تبان قدامه ضحية ويساعدها، وبعد كده تتعرف عليه ويحبها، لكن هو زودها في الشرب وبقى يعتدي عليها زي المجنون. ولما بيشرب يقع في حبها كرين هيستغل ده ويضغط عليها عشان ينفذ اللي هو عايزه. وتاني يوم بيشرب بحث عن جينا في الكمبيوتر وعرف انها بتشتغل مع الحكومة في افغانستان، واستقالت وراحت لكمبوديا عشان تعمل مأوى للاطفال اليتامى والفقراء. بعدها بيشرب راح لجينا وسألها عن الشيء اللي كرين بيهددها بيه، فعرفته ان رجالة كرين قتلوا واحد من اللي شغالين معاها، وبعت لها رسالة بانه مأوى الاطفال هيكون مصيره زي زميلها لو ما نفذتش كلامه. وقالت لبيشرب ان هي دي نقطة الضعف اللي بيستغلها كرين ضدي. بعدها بيشرب كان في غرفته وفجأة لقى مركب صغيرة في نص البحر، فبص عليهم بالمنظار فلقى ناس بتراقب الشط، فعرف انهم رجالة كرين. فراح بسرعة لجينا وقال لها امسكي ايدي عشان يتأكدوا انهم خلاص بقوا حبايب وما يشكوش فيهم. وفعلا بدأوا يمثلوا ان علاقتهم اتطورت وبقوا حبايب زي ما كرين مخطط. وبالليل جينا اعتذرت لبيشرب لانها ورطته وعرفته ان الاطفال اليتامى هم كل حياتها. فبيشرب قال لها انه فهمها كويس لان هو كمان يتيم زيهم، واتباع وهو صغير لراجل عصابات بيدرب الشباب على القتل، وعرفها ان كرين كان معاه وكانوا اصحاب، لكن بيشرب قدر يهرب وكرين لا، عشان كده بيلوموا انه ما ساعدوش يهرب هو كمان. وفي اللحظة دي بيشرب وجينا قربوا لبعض اكتر وعلاقتهم بقت حقيقية. بعدها جينا سألته عن اللي جاي، فقالها انهم هيهربوا في قارب انقاذ من غير ما حد يشوفهم. وبالنسبة لكرين فعرفها انه مش قدامه غير انه
يقتله بنفسه. وهنا بيشوب ادالها ساعته وعرفها انها الذكرى الوحيدة ليه عن والده. وفي اليوم التاني بيتفاجئ بيشوب برجالة كرين وهم بيهجموا على الشط، وبيحاول يحمي جينا وبتدور معركة شرسة بينه وبينهم، لكن عددهم بيبقى كبير وبيقدروا يخطفوا جينا وبيهربوها في مركب علشان يودوها لكرين. وساعتها مساعد كرين بيدي التليفون لبيشوب عشان يتكلم معاه، وبيطلب من كرين يقابله وش لوش. وفعلا بيروح له بيشوب وبيستنى يجي يقابله، واول ما بيقعد على الكرسي بيكتشف ان تحت الكرسي قنبلة هتنفجر لو قام من مكانه. وساعتها بيجي كرين وبيعرفوا ان دي الطريقة الوحيدة عشان يضمن انه مش هيعمل اي مشاكل، وبيديله ملف موجود فيه بيانات ال3 اشخاص اللي مطلوب منه يقتلهم. وبيعرفوا ان اول مهمة ليه هيبقى شخص اسمه كارل، وده اكبر تاجر اسلحة في افريقيا، ومكانه دلوقتي في اخطر سجون العالم في ماليزيا. والسجن اللي موجود فيه عبارة عن جزيرة وسط المية وبتحوطها اسماك القرش. والمطلوب منه يدخل السجن ويقتل كارل بشرط انها تبان حادثة عادية مش بفعل فاعل، ويهرب من السجن بعدها. وبيديله جهاز تتبع صغير عشان يبلعه لما يهرب من السجن. وبعد كل عملية هيخليه يكلم جينا فيديو كول عشان يطمن عليها ويعرف انه ما قتلهاش. وفعلا بيشوب بعدها بيسافر لماليزيا عشان يستعد للمهمة، وبرغم ان المهمة مستحيلة لكن بدأ يخطط لكل التفاصيل، وبيجهز مادة متفجرة وبيحطها جوه ورقة لبان، وبيحط جهاز التتبع اللي اداهوله كرين جوه سجارة في علبة السجاير. وبيشوف اخطر المجرمين اللي مطلوبين للعدالة عشان يدخل السجن بداله، فبيزور باسبور باسمه وبيرسم على وشه وشمة عشان يبقى زي المجرم بالظبط. وتاني يوم بيشوب بدأ يعمل شغف في شوارع ماليزيا، ولما الضابط راح له وشاف الباسبور بتاعه لقاه امريكي وكمان شبه المجرم اللي بيدوروا عليه، فراح له على السجن على طول. وهناك بيسلم الحارس علبة لبان وعلبة السجاير والحاجات اللي كانت معاه عشان تعتبر اشياء عادية ومتاحة جوه السجن. وبعدها بيشوف كارل في ساحة السجن وبيلاقي حواليه حراسة كتير، وبيتكلم ساعتها بيشوب مع شخص جوه السجن وبيحاول يجمع منه معلومات اكتر عن كارل. وبيعرف منه ان كارل حواليه اعداء كتير لانه تسبب في موت ناس كتير ومعظمهم قرايب اللي في السجن. وساعتها عرف بيشوب ان مهمته مش سهلة عشان لو حد قتل كارل قبله مش هيعرف يطلع من السجن. وبيشوف ساعتها مسجون معاه سكينة وبيجي ميعاد الاكل، وبيقدر بيشوب ياخد السكينة منه من غير ما يحس علشان ما يحاولش يقتل بيها كارل. وبعدها بيلاحظ شخص تاني راح يقتل كارل، وقبل ما يقتلوهم بيضربوا بيشوب بالسكينة اللي معاه بقوة. ولما بيلاحظ كارل ان بيشوب دافع عنه وانقذ حياته في اخر لحظة، بيقرر كارل يضمه للحرس بتاعه وبياخدوا اوضته ورجالته مستنياه بره. وهناك بيتكلم مع بيشوب وبيعرض عليه الشغل معاه، وفجأة بيهجم عليه بيشوب وبيخنقه بقوة عشان ما يطلعش صوت. وقبل ما بيموت بيحط مسحوق سم في طبق الاكل وبيحط الخليط في بقه وبيخنقه وبيموت في ساعتها، وده علشان يبان انه مات من اكل السجن وجاله تسمم. ولما رجالة كارل بيكتشفوا انه مات والحراس بتعرف اللي حصل، بيعملوا تجمع للمساجين كلها وبيضربوا جرس الانذار. وفي الوقت ده بيروح بيشوب وبيحط المادة المتفجرة اللي في ورقة اللبان في سور السجن، وبيركب فيها سلك للاشتعال، وبيبلع جهاز التتبع. واول ما السور بينفجر بيهرب من الفتحة اللي في السور واللي بتطل على البحر في اخر لحظة قبل ما الحراس تقبض عليه، وبينط في البحر وبيفضل يعوم بعيد عن السجن. وساعتها بيعرف كارل وبيبعت رجالته اللي في السفينة وبيوصلوا لمكان بيشوب. وبعدها بيتكلم مع كرين اللي خلاه يشوف جينا ويطمن انها بخير، وبيأكد عليه انه قدامه 36 ساعة بس عشان ينفذ المهمة التانية. وهنا كرين بيلاحظ الساعة مع جينا وبيعرفها ان بيشوب عمره ما بيخلعها، وانه اتأكد ان هي نقطة ضعف الوحيدة بعد ما شاف الساعة معاها. وفعلا بيسافر بيشوب عشان ينفذ المهمة، وبيجمع معلومات عن الشخص اللي هيقتله. وبنعرف ان اسمه ادريان، وده ملياردير معروف وبيكون ساكن في برج في مدينة سيدني الاسترالية وواخد الدور الاخير، والجناح اللي ساكن فيه متأمن كويس، والبيبان والارضيات من الخرسان، وكمان السيستم بتاعهم صعب اختراقه. ولما بيراقبوا بيشوب بيكتشف انه بيعوم كل يوم في حمام السباحة، وبيعرف ان حمام السباحة الارضية بتاعته من الازاز وخارج من البرج. بعدها بيروح للمسؤولة عن تأجير الشقق كأنه راجل اعمال عشان يأجر شقة في البرج، وبيقدر يوصل لمفتاح الشقة من غير ما تاخد بالها، وبيصوره عشان يعمل نسخة منه. وبعدها بيشوب بيقوم بتركيب مادة كيميائية بتكسر الازاز في ثواني، وبيدخل البرج على انه عامل صيانة، وبيدخل الشقة. بعدها بيعمل فتحة في الازاز وبيتسلق البرج بادوات خاصة، وبيطلع لحمام السباحة وبيقدر يثبت نفسه تحت الازاز، وبيحقن المادة اللي معاه في الازاز. واول ما بيعوم ادريان بيفجر الازاز، وساعتها بيشوف بيشوب وبيقاوم عشان يطلع من حمام السباحة لكن ما بيلحقش وبيتكسر الازاز. وفي الوقت ده بيشوب بينزل بسرعة للشقة، وادريان طبعا وقع ومات. وهنا بيشوب بيخرج من المبنى، وبكده يبان موته وكأنه حادث عادي بسبب ان حمام السباحة انهار. وبعدها جون المساعد بتاع كريم بيفتح الكاميرا لجينا عشان تكلم بيشوب، وبتقدر جينا تزوم الكاميرا على شباك السفينة اللي
هما فيها من غير ما جون ياخد باله. وهنا بيشوب بياخد باله من ارقام السفينه، ولما بيلاحظ جون اللي جينا عملته بيضربها وبيقفل الكاميرا بسرعه. وساعتها بيشوب بياخد ارقام السفينه وبيعرف مكانها من مسؤول المينا، وبيأجر طياره وبيروح لمكان المركب وبينط من الطياره في البحر من غير ما حد ياخد باله. وبيطلع على المركب وبيبتدي يقتل اللي على المركب واحد ورا التاني بمسدس كاتم للصوت عشان يقتل اكبر عدد منهم من غير ما حد يحس. واول ما كريم بيعرف ان بيشوب على السفينه بيمسك جينا علشان يحمي نفسه، وبيفضل بيشوب يتخلص من الحراس اللي على السفينه، لكن القدره تغلب الشجاعه المره دي وبيعرفوا يمسكوه. وكرين عرفوه انه مش هيقتل جينا لانها نقطه ضعفه الوحيده عشان يقتل الشخص الثالث والا هيقتلها. تاني يوم بيشوب بيسافر بالغاريه، والهدف المره دي اسمه ماكس، وبنعرف انه تاجر سلاح خطير وموجود في مبنى متحصن بالكامل وصعب حد يوصل له. وبيعرف ساعتها بيشوب ان كل الاشخاص اللي مطلوبه منه يقتلهم فيهم حاجه مشتركه، وهي انه كلهم تجار سلاح على اعلى مستوى. وبيكتشف خطه كرين ان هو عايز يقضي على كل خصومه علشان يبقى هو تاجر السلاح الوحيد وما يبقاش فيه منافس ليه. وبالفعل بيروح للمبنى اللي موجود فيه ماكس، وبيقدر يدخل هناك من غير ما حد يلاحظ، وبيركب جهاز في المبنى بيعطل كل الكاميرات اللي موجوده. وساعتها بيضرب جرس الانذار اللي في المكان، وبيبتدي بيشوب يهاجم اي حارس يعترض طريقه. وفي الوقت ده الحراس بتنقل ماكس للاوضه المحصنه بتاعته عشان تقدر تتعامل مع الشخص الغريب اللي اقتحم المبنى. ولما بيدخل ماكس اوضته وبيقفل الباب بيتفاجئ بان بيشوب قاعد قدامه وماسك مسدس، وبيعرفوا ان هو اللي قتل كارل وادريان، وبيقول له ان الشخص اللي امر بقتلهم هو كرين. وهنا بيشوب قرر ما يقتلهوش، ولكن عرض عليه صفقه رابحه للطرفين، وهي انه مش هيقتله مقابل انه يزيف موته ويساعده على قتل كرين لانهم هما الاتنين عايزين يقتلوه. وفعلا بعدها ماكس بيروح لحوض الغواصات اللي موجود في المبنى، وهنا بيشوب كان حاطط مفجر في جانب الحوض، وفجاه المكان انفجر وماكس وقع في الميه. في الوقت ده بيشوب كان تحت الميه، فاخد ماكس وحط له ماسك الاكسجين وعام بيه لغايه ما راح لشط البحر. في الوقت ده كريم بيسمع خبر الانفجار وان ماكس مات ومش لاقيين جثته، وبعدها بيشوب بيتصل بكرين فطبعا شك في الموضوع وطلب منه يشوف جثه ماكس. فبيشوب عرفه على مكان حوض السفن وقال له يبعت رجالته يجيبوا الجثه وقفل معاه. بعدها كريم بيأمر جون ورجالته يروحوا المكان ده ويشوفوا جثه ماكس، واول ما يتاكدوا انه مات يقتلوا بيشوب علشان تنتهي قصته. وفعلا بيروحوا للمكان، وفي الوقت ده بيشوب رجع لحوض السفن تاني وبدأ يجهز المكان للمعركه. ففتح انابيب الغاز ولغم الابواب بالقنابل، بعدها جهز الرشاش وشد زرار الامان بسلك بحيث لو حركه يضرب لوحده. وقبل ما يوصلوا بيشغل جون الكاميرا اللي لابسها عشان كرين يشوف اللي بيحصل. واول ما وصلوا بيشوب بدأ يصطادهم واحد ورا التاني، بعدها شد السلك فالرشاش بدأ يضرب عليهم النار بعنف، ورجالة كريم بدأوا يقعوا في الفخ والقنابل تنفجر فيهم. وهنا قبل ما جون يقفل عليه فتحة الغواصة بيشوب بيرمي عليه قنبلة فبيتخلص عليه. وطبعا كرين كان شاف اللي بيحصل وكان مصدوم، وبيعرف ان بيشوب هيجيله فبيقرر يستعد له. وساعتها بياخد جينا في مقدمة السفينة كطعم يصطاد به بيشوب. وفي الوقت ده بيشوب استخدم جهاز تحت المية بيشتغل بقوة الدفع عشان يروح لكرين. واول ما وصل الكل كان مستعد، وفجأة بيشوب ظهر من تحت المية وبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. وجينا ساعتها حاولت تقاوم وتفلت من الراجل اللي ماسكها، لكن بتتضرب طلقة في جنبها، ولحسن حظها ما بتكونش في مكان مميت، وبعدها بياخدها كرين. وفي الوقت ده المعركة الشرسة بين بيشوب ورجالة كرين مستمرة. وهنا كرين أخد جينا لأوضة التحكم وبيظبط مؤشر قنبلة في السفينة عشان تنفجر بعد 3 دقايق، وبيسيبها وهي بتنزف دم وبيحاول يهرب على الطيارة اللي على السفينة. وبعد ما بيشوب قتل كل اللي اعترضوا راح لجينا، لكن كان خلاص السفينة قربت تنفجر. وساعتها بيحط جينا في كبسولة النجاة اللي بيستخدموها وقت الحريق، فانفصلت عن السفينة وبتنزل جينا لوحدها في المية. بعدها بيشوب بيقتل اللي باقي مع كرين قبل ما يهرب، وبيدخل في اشتباك قوي بالنار مع بيشوب. بعدها حاول يضربه بقوة لكن اتصدى له بيشوب وبدأ يضربه بعنف، لكن كرين أخد جنزير حديد من الأرض وهجموا بيه، فبيشوب وقع لكن بعدها أخد منه الجنزير وضرب كرين بقوة وكتفه بالجنزير وربطه في حديد السفينة وبقى زي المشلول. ولسه بيشوب بيهرب هنا السفينة انفجرت بقوة. في الوقت ده الكبسولة اللي فيها جينا طفت على المية وشافت السفينة وهي مولعة من أثر الانفجار وكانت مصدومة. بعدها فضلت تشاور لسفينة كانت بعيدة شوية عشان تلحقها، ومن حسن حظ جينا إن تم إنقاذها في الوقت المناسب، وكانت حزينة جدا لما عرفت إن محدش نجا من الانفجار. وبعد فترة من الحادث بنشوف جينا في المأوى مع الأطفال الأيتام بعد ما رجعت، لكن المرة دي كان في انتظارها مفاجأة حلوة وهي ظهور بيشوب قدامها، وكانت مبسوطة جدا إنه لسه عايش. بعدها بنشوف ماكس في مكتبه وهو بيتفرج على لقطات من كاميرا المراقبة اللي في حوض السفن بتاعه، وبيشوف الجزء المتبقي من حطام السفينة. ولما بحث عنه
عنه اكتشف انه عبارة عن غرفة فولاذية بتسمح للغواص بالتنفس لو السفينة غرقت، ولما شاف الفيديو لقاه بيطلع منها وبيعرف انه زور موته للمرة التانية، وبيبتسم على اللي عمله وبيعجب بذكائه، وبعدها بيمسح الفيديو عشان ما يكونش فيه دليل انه لسه عايش. وبكده يكون نهاية قصتنا. ما تنساش لو عجبك القصة لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام.